العدد السابق لازم الدرس ده يمر بمراحل زي الفلتر بالظبط. طب احنا دلوقتي بنشرح لاولادنا ال30 ونقول له هات قبل ال30 مين؟ بص يا حبيبي، في طفل هيقول لك 29 وده بيكون حافظ كويس جدا الحروف، وفي طفل مش هيعرف يجيبها لانه مش متدرب كويس على الحروف. طب يا ميس ايمان نحلها بطريقه اسهل منين من غير ما يحفظ الحروف؟ هتحليها ازاي؟ الصفر ده هتقولي لابنك ثبتيه وحطي مكانه 9. هنحطها هنا؟ لا، هنحطها في الدايرة بتاعتنا هنا في خانة الآحاد، عشان احنا عندنا خانة آحاد وخانة عشرات. طيب وخانة العشرات؟ خانة العشرات ثابتة، هننقص منها واحد. هننقص منها ايه؟ واحد. التلاتة دي هننقص منها واحد تبقى كام؟ 2. الصفر هيكون 9، وهنجيب العدد السابق لخانة العشرات بس، أو هننقص واحد من خانة العشرات. هننقص واحد من خانة مين؟ احفظي كويس وافهمي كويس، خانة العشرات. جميل. طيب ال20 نفس الطريقة، الصفر بنموته ونحط مكانه 9، والعشرات بنجيب العدد السابق ليها أو بنطرح واحد. ادي 2 اهي، وهنقص منها واحد يبقى الباقي ايه؟ واحد. يبقى طلعوا كام؟ 19. تاني، الصفر هنموته ونحط مكانه في خانة الآحاد 9. احنا بناخد خانة أحاد عشرات. طب التسعة في خانة العشرات بننقص منها واحد، أو بنجيب العدد السابق للتسعة هيبقى 8. اقرأ الرقم 89. دي الدرس ده بياخد بالظبط 10 أيام، يعني أسبوعين بالظبط. لو حسبناها في الحصص بتاعتنا أسبوعين بالظبط. تاني ال50، يلا قول معايا بقى كده، اقعد جدع، برافو عليك. زي ما قلت هنموت الصفر ونحط مكانه 8. لا، امال ايه يا مس ايمان؟ برافو عليك، زي ما انت قلت 9. ممتاز. طب والخمسة في خانة العشرات؟ شاطر، زي ما انت قلت 4. طيب نيجي بعد كده ال40. انت بقى اللي هتعملها، لازم انا احل شوية وابني يكمل. الصفر هنموته ونحط مكانه ايه؟ 9. ممتاز. والاربعة دي هنعمل فيها ايه؟ قدامك طريقتين، يا اما تنقص منها واحد، يا اما تجيب العدد السابق على طول. ادي 4 ونقصنا واحد يبقى الباقي كام؟ 3. اقرأ الرقم 39. ممتاز. انا عايزك بقى في التعليقات تقولي لي ال70 قبلها كام. ولو عايزين شرح درس تاني اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هنزل لكم الدروس كلها. الناس اللي بتقول لي تستخدمي كتاب ايه في الحساب؟ بستخدم كتاب الإيمان في الحساب. كتاب الإيمان في الحساب، اللهم بارك، كتاب حلو جدا، رائع جدا، فيه تمارين كتيرة، فيه شرح، فيه الدارسة مبتدئة، فيه ولية أمر تايهة كده ومش عايزة مثلا تدي درس لولادها بره، بتدي في البيت، يبقى أنت لازم تشتغلي بالكتاب القمر ده. كتاب جميل، كل حاجة مشروحة فيه، كل حاجة واضحة. وهسيب لكم كمان الكتب كلها عربي وحساب وإنجليزي وماس في أول تعليق، علشان تعرفوا احنا بنشتغل من كتب ايه، عشان انك يكون محترف في التأسيس. الكتب دي كتب اسمها الإيمان في التأسيس. مستنياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.